هو انا هقول لك اصل في حد ليه فضل عليا في الموضوع ده في الحقيقه، احمد السقا. تمام. ازاي تنبسط وانت اللي معاك مبسوطين؟ هو ده الموضوع، مش انك يعني انا متعتي في اني اشتغل على شغل اللي قدامي، اشوف اللي قدامي بيشتغل منين وازاي واروح رايح. دي متعتي. ما عنديش ايقاع انا بدخل اشتغل بيه فعلى اللي قدامي انه يشتغل بنفس الايقاع، العكس صحيح. ولذلك دايما بقول جمله ان انا كنت بشتغل لباسم وباسم كان بيشتغلني، مش كنا بنشتغل مع بعض. ودي مسألة ملهاش دعوة بالطيابة ولا الجدعنة، ولا ليها دعوة بالذكاء الفني. ازاي انا اعرف بغض النظر عن كل الانسانيات اللي في الدنيا، ملهاش دعوة بده خالص، ليها دعوة بانك عايز تصل للاخر علشان توصله لاحلى. انا مثلا احب اوي المشهد اللي انا مش فيه يبقى احلى من المشهد اللي انا فيه، برضه مش طيابة، بس علشان تبقى القماشة كلها مشدودة جدا جدا، وانا احاول اعمل اللي عليا في مشهدي. من هنا شيرين عندها كمان بقى ده له تبعات، عندها حريه في ان كل الروافد اللي عندها، كل العناصر اللي عندها تبقى مهمه، عناصر مهمه، مش فلان وفلان وبعد كده الدنيا يلا بقى لا، انت عندك 7 أو 10 كروت، اشتغل بال10 كروت دول. ولان هي في الحقيقه ادركت ده عندي انا، ان متعتي كممثل ان يبقى في ممثلين كتير حلوين حواليا وانا معاهم، ابتدت تشتغل على ده حلو وبحريه شديده جدا 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 جدا. فبقت تقفل وقت ما هي عايزه وتبتدي باللي هي عايزاه وتشتغل بالطريقه دي. يعني دي متعه، انك تلاقي عمل ناجح كله، مش انت بس، دي متعه كبيره جدا. ممكن يكون بعض الناس ما بيستطعموهاش لان هم ما دقوهاش، انما انا عرفت يعني ايه باسم يبقى مبسوط وهو بيشتغل معايا، وانا ابقى مبسوط وانا بشتغل معاه ومع اي عنصر تاني. يعني تاكيدا على كلام خالد، مثلا في مشاهد ما كانش يبقى خالد موجود فيها خالص، هو خلص تصوير الساعه 3 المفروض يروح ينام بقى يرتاح في بيته كده، تلاقي خالد قاعد معانا ل 5 6 الصبح هو مش في المشهد، اتفاجئ ان هو موجود. طب انت ما رحتش ليه؟ عايزك تشوف هتمثل المشهد ده ازاي، انت المشهد ده محتاج ممثل. يعني حاجات كده ايه يستفزك، وفي نفس الوقت انت مقدر قد كده ان هو تعبان ومخلص وما روحش وقاعد يتفرج، فمسؤوليه ما برضه عليك. ف... فالحقيقه انا اتبسطت جدا الشغل معاه، ما كانش بوكس قد ما هو كان تنافس فني جميل. متهيألي المتلقي او المشاهد هو اللي بيستفاد، وده من غير مخرجه برضه، من غير عين شايفانا احنا بنعمل ايه مش هينفع، من غير ورق، من غير كاست حواليك حابين بعض، ما كانش نفع. فده كله الظروف تحديدا اللي احنا مرينا بيها، ان في ثوره، الازمه كنت لسه اسال عليك النفسيه نفسها ما بين الثوره، وانا عارف انكم بتنزلوا التحرير وبتشارك وبتاع، ان انت تفصل حتى لا ما فصلناش والله، بالعكس الازمه دي كان ممكن تتعامل معاها باخلاق الازمه، وممكن انها توحدك في حاله تحدي. يعني انا افتكر شغلنا في الجامعه زمان كان كله قائم على مساله تحدي الظروف اللي قدامك كلها عشان تطلع بعرض وتعمل له 60 بروفا عشان تعرض يوم واحد. ده اللي حصل، ان بالرغم من ان في الشر كل الخير كله في هذه السنه الاستثنائيه بكل ما فيها من احداث، حتى ظروف ماليه، حتى واللي انا ما احبش اتكلم فيها في الحقيقه، ولا احب انها تاخد من اهتماماتكم خالص، لان في النهايه طلع مصنف فني، طلع عمل فني. هذا العمل الفني الحمد لله في ظل ظروف معينه استثنائيه عمل حاله نجاح معينه. مش عايزين بقى ايه، انا وان كنت غضبان من حاجات في الانتاج لان ما يصحش اتكلم فيها، مش من اللطف يعني اني دلوقتي اجي بعد نجاح عمل، لا، كان له السبق محمود بركه في انه يختار الموضوع، كان له السبق في انه يتحمل بالرغم من ضغوطات كتير انه يبقى كذا، عنده سلبيات كتير جدا كمنتج مش موجود، لان الانتاج هو كل دقيقه بتمر عليك في البلاتو هي انتاج، مش انتاج ابدا انك تيجي تقول لي انت عايز كام، طب المسلسل هيتكلف كام او الفيلم، طب خلاص يلا اتفضل شكرا. كل لحظه بتعدي عليك في البلاتو وجو هو ده الانتاج. فانا احب اقول ان الظروف الضاغطه دي طلعت احسن ما فينا واحلى ما فينا طول الوقت الحمد لله. عايز اقول لك لاخر لحظه احنا بنشتغل بروح مختلفه خالص انا ما اشتغلتش بيها قبل كده.
لا اولا قبل ما اتكلم عن الشخصيه او اتكلم عن الدور او اتكلم عن اي حاجه، انا بشكر الاستاذه شيرين لان هي اللي رشحتني للدور ده، وتاني تعامل معاها بعد نجاحي في العار. فانا بحبها قوي وبحبها لانها بتحب الممثل اللي قدامها وبتختارني دايما في الاعمال الصعبه. يعني انا بحس كده، وبحس ان انا بثبت لنفسي ان انا اقدر اعمل كل حاجه، فانا ببقى سعيده مع الشغل معاها. اما بالنسبه بقى لسؤالك، انا كنت طبيعيه لان الاستاذه شيرين طول الوقت صباح عندها مرحلتين، موت جوزها وهي يعني في البيت الفلاحين، ما ينفعش ان انا ابقى في المرحله الثانيه بعد زواجها من احمد الريان، فما ينفعش احط بقى كحل وما ينفعش احط روج وما ينفعش يبقى شكلي وردي زي ما كنا متفقين، فلازم اكون بهتانه طول الوقت. فانا كنت بطلع طبيعيه قوي، يعني ده وشي كده من غير ميك اب خالص. فده ادى للشخصيه ان انا فلاحه، وده عمل مصداقيه مع الناس ان انا طلعت سوفت قوي يعني كويس. طب كان في تفاصيل معينه او طريقه كلام معينه انت ضفتيها على الشخصيه؟ طبعا. خاصه ان انت كنت يعني مشاركه السنه دي بعملين، يعني غير طبعا الريان كان في ادم، فكان في تفاصيل حطيتيها على الشخصيه؟ لا انا ما حطيتش طبعا تفاصيل. الاستاذ حازم والاستاذ محمود بيزيوي انا طبعا بشكرهم على الدور الجميل والكتابه طبعا، وكلمت الاستاذ حازم بس ما حصلش ان انا كلمت الاستاذ محمود، ففرصه ان انا كنت منوع الكلام. ايوه فبشكرهم طبعا. لكن عايزه اقول لك ان طبعا طريقه اداء صباح لازم تكون اللكنه فلاحي فلاحه، هي فلاحه مع فلاحه ان هي مش فلاحه يعني من قديمه، لا فلاحه واعيه قوي، مش ساذجه، ناصحه جدعه. فطريقتي في طريقه نطق اللي هي بتتكلم بيها فلاحه، مع يعني تحس ان هي فلاحه من 2010 2009 يعني كده. بس فده طبعا انا كنت بحاول ان انا افضل على هذا اللكنه وعلى هذا الاداء. اما بدوري من الناحيه الثانيه ده كان دور كلاس، فما ينفعش ان انا كان عادي يعني. طبعا هو اللي تعبت فيه دور مالناش دعوه بيه. خلينا في الريان. فطبعا انا تعبت في دور الفلاح، طول الوقت عايزه اطلع صباح فقط، فده من سبب نجاحي الحمد لله في الدور يعني. انا بالنسبه لي دي كانت فرصه جميله، يعني عمل زي ده ريان عليه ده جدال كبير، استاذه شيرين، استاذ خالد، فرصه بالنسبه لي بصراحه انا بعتبر انها كانت من حسن حظي. الدور يعتبر من الادوار اللي ليها معنى في المسلسل او مؤثره او كده، فبرضه كان بالنسبه لي فرصه كويسه جدا. وهم كلهم من اول يوم بصراحه دخلت معاهم اللوكيشن، لان احنا كان يمكن انا ظروف الكاستنج بتاعي ان انا مثلا اتكلمنا قبلها بحاجه فتره قصيره قوي، رحت صورت على طول. بس من اول يوم انا حسيت بصراحه ان انا مبسوطه معاهم وان اعرفهم من زمان، فده ساعدني بجد ان هو ابقى بعمل الشخصيه اللي انا بعملها. كنت قاعده مستنيه ما اتفرج، فلما اتفرجت شفت نتيجه غير ما انا كنت متوقعه كمان. يبقى من السفه جدا ان انا افكر اكتب عن الثوره، عن ثوره 25 يناير يوم 26 يناير. تمام. احنا لسه يوم 26 يناير. كلنا عارفين ومقدرين قيمه انها ثوره وان مش عارف ايه، لكن هناك تفاصيل كتير جدا. يبقى من السفه ان اي اديب او روائي او قصاص او مسرحي او فيديو او سينما يتسرع في انه ياخد ويشتغل عليها. صعب جدا. ولا المؤرخين دلوقتي عمالين يرصدوا عناوين صحف وعناوين مش عارف ايه وحاجات ومحاكمات وحاجات بالشكل ده، يشوفوا لسه هترسى لسه الحكايه ما. فده سؤال الثوره، فما تتكلمش وما تفكرش كمان تكلم حد في انه ليه ما بيعملش حاجه عن الثوره، لان ما زلنا يوم 26. السؤال الاولاني ما يعني يمكن ما عصبتش قوي جوانب تاريخيه، بقصد ما عصبت جوانب انسانيه. الحاجات اللي كانت ظاهره للعيان ما كانتش اسرار، يعني الحاجات اللي حضرتك رصدتها من عينك في الثوره والاعتصامات والمظاهرات، التفاصيل الانسانيه. انا ما اعرفش ليه، ما انا بقول لك تقييمنا ليها يعني مرتبط بنتائجها. تمام. يعني بعد وقت. فيبقى احنا شغلتنا كفنانين عموما عندنا ازمه اسمها الرصد. يعني بنرصد زي ما الاستاذ خالد مثلا ممكن يقعد يرصد في كاركترات كتير جدا وبعدين يجي يقول لا انا هعمل الكاركتر ده زي الكاركتر شفته مش عارف ايه. احنا مهمتنا الرصد، نقعد نرصد ونستقرئ احداث ونقول ونركب حدث فوق حدث فوق حدث. طب اللي حصل يوم 25 وكان في فرح في نفس اليوم، الفرح ده كان مش عارف ايه، كان العروسه والعريس ما يعرفوش وبعدين راحوا دخلوا فلقوا اللي كان شعبيه فلقوا.
يعني التصورات دي كلها ممكن تفضل تجي لك وتروح تجي لك وتروح لحد ما الثوره تخلص. يعني لسه بنتكلم مع الاستاذ حازم دلوقتي واحنا طالعين على روايه لعبد الحميد جودة الصحار اسمها الشارع الجديد. طبعا دي اتعملت في ديسمبر 52. اتعملت بسرعه جدا، يعني عبد الحميد جودة الصحار كتب روايه بسرعه جدا اسمها الشارع الجديد، اللي هو فيه ثوره وفي شارع جديد ده بيتعمل يا جماعه. فحط وجهه نظر 6 اشهر ولا 4 اشهر حصلت فيهم الثوره، ثوره 52، وحطها في اسلوب روايه. في اللي كتب بعد كده ب 10 سنين و15 سنه كان اصدق. انا ممكن اقول لك حاجه محمود، اسالك انا سؤال. طب مش ممكن نلاقي واحد كتب في نفس التوقيت وصادق برضه؟ بمعنى ايه اللي يفرق مبدع على ورق ابيض لسه زيك يشوف عن المواطن اللي في الشارع؟ لا، يبقى هنا في حاجه تانية خالص. اللي هتسوقني، اللي هيسوقني هنا هو خيالي. بالظبط، هو خيالي ده ممكن يصادر عليه بعد كده، يقول اتهم بيه. يعني لو انا دلوقتي قلت خدت موقف ايجابي مع الثوره ككاتب او موقف سلبي بناء على خيالي، انا ممكن بعد كده يظهر ما يصادر على رايي دي وعلى وجهه نظري دي. التهمه دي مع الريان، فندم؟ خايف منها مع الثوره. لا، الريان دي فتره رجل بدأ من الزيرو، وصل للسجن، طلع لا يمتلك شيء. عندك 1 2 3، عندك بداية ووسط ونهاية. مغريات العمل الدرامي موجودة، اللي هي العناصر الأساسية في العمل الدرامي موجودة. شخص، قضايا موجودة، تفاصيل، زوجات، انهيار، موت، حياة، نجاح، فشل، سجن، كافية على الوش، كل حاجة حصلت. ودي أثرت في 90% من المواطنين المصريين، سواء كانوا مودعين أو سواء كانوا مستفيدين أو سواء كانوا على علاقة بيه أو أي حاجة من الحاجات دي. ماشي؟ فأنت عندك تجربة كاملة متكاملة. يعني هو محمود بيتكلم إنه ما تقدرش ترصد أو تحلل في الوقت الحالي، لكن تقدر تعمل عمل عن الثورة. مش بالضرورة عمل عن الثورة يعني ميدان التحرير، يعني شهداء، يعني ثوار، لكن ممكن يبقى عمل عن الثورة زي مثلا في بيتنا رجل. ناس ساكنين في ميدان التحرير، لا بيهم ولا عليهم ولا ليهم في اي حاجه، دخل عندهم الثوار ويباتوا وبيعملوا، فجاه حصلت لهم الخلطه المصريه الجميله الرائعه اللي حصلت مثلا في اللجان الشعبيه. يعني فممكن احنا هنا النسيج المصري الحقيقي يبان حتى لو لم تشارك في الثوره، يبان لانك انت في بيتنا رجل، ناس ما لهمش في اي حاجه في الدنيا، دخل عندهم واحد قتل رئيس الوزراء وهم من جواهم وطنيين وبيحبوا البلد، وفجاه تحولوا وتعاطفوا مع الراجل ده. فيعني ممكن في اعمال طبعا تعمل عن الثوره يعني تلتقط جزئيه معينه، واللي هي اهم جزئيه من وجهه نظري اللي هم المصريين اللي عملوا الثوره، المصريين اللي وقفه رائعه في اللجان الشعبيه وكلهم في نفس الوقت عملوا نفس الحاجه. المصريين اللي هم ممكن ما يبقاش ليه في اي حاجه بس ليه في البني ادمين، ليه في الانسان، بيتعاطف مع هذا الشخص لانه حاسس انه يعني مؤمن باللي هو بيعمله، مؤمن بقضيته. فممكن واحد ما يعملوش في اي حاجه وتعاطف مع الناس دول وقواهم عنده، لانه كان في وقت كبير جدا من التحرير الناس بتروح تنام عند ناس ما تعرفهاش، وفي ناس ما لهمش في الموضوع خالص، كانوا بياخدوا الناس دول فعلا يقوموا بمعنى كلمه ايواء يعني، وتعاطفوا معاهم وممكن تورطوا بسببهم. ده لا شيء الا لانهم تعاطفوا، لانهم مصريين، لانهم حسوا يعني قيمه القضيه. فممكن الثوره تتجسد في حاجه يعني بهذه البساطه، يعني مش بالضروره يبقى عمل ملحمي نرصد ونحلل فيه بقدر ما هو يبقى لقطه. يعني امتى الجديد يحصل؟ يعني انا ممكن مثلا اقول لك ايه بخيالي كده، انا هقول الريان بعد خروجه من السجن ولا ليها لازمه. انت فاهمني؟ فانا بنيت خيالي على واقع متفق عليه بيني وبين الناس. ده عنصر من عناصر المشاهده الجيده، عنصر من عناصر الفرجه الجيده. في ارضيه تاريخيه ثابته، خلاص مش هنتكلم في اتفاق ضمني بينك وبين المشاهد تحديدا في الفيديو. الخيال بقى في الفيديو يفقدك حاجات كتير جدا، مش الخيال اللي احنا عملناه، احنا خيال مستند على واقع استمر 30 سنه. يعني انت عندك جزء منه كمشاهد وانا عندي جزء بحكيه لك تفاصيل. انت فاهمني ولا؟ ايوه. ان انا اكتب بقى عن ثوره 25 يناير، انا بضم لك الاثنين مع بعض اهو، ان انا اكتب عن 25 يناير يوم 26 يناير، اعتقد ان ده لازم يبقى نبي، يبقى عنده الحدس بان في ايه بيحصل. كلنا ما احناش عارفين ايه اللي بيحصل.